الجميل ده من انا اتشرف بالعمل معاه ومع فريق العمل كله. اول ما جالي هذا العرض القيم جدا، بصراحه انا كنت مبسوطه جدا. حسيت ان فعلا يمكن اكبر عمل انا عدى عليا الى الان، وكنت في قمه السعاده وفي نفس الوقت في قمه الخوف، لان انا داخله على عمل كل الاسماء اللي فيه كبيره جدا ولها تاريخها ويعني الناس بتقدر اعمالها جدا جدا. فانا كنت في غايه الخوف ان انا ما بقاش قد هذه المسؤوليه، ولكن الحمد لله بفضل الدكتور هلال وبفضل هذا المسرح وبفضل ال3 شهور اللي احنا قعدنا نتدرب فيهم، قعدنا سواء كاستعراض مع علاء او مع محمد شفيق او التعامل مع ملحن كبير زي محمد رحيم والاستفاده من خبراته، الوقوف قدام استاذ كمال ابرايه، الغناء لشاعر جميل زي استاذ مدحت العدل. يعني كل الحاجات دي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وفي نفس الوقت انا طمنت على نفسي لاني في ايدين امانه زي ايدين الدكتور جلال، ان انا فعلا اخذت خبره كبيره جدا على المسرح، بالرغم ان انا درساه، بالرغم ان انا كان ليا تجارب مسرحيه قبل كده زي ما حضرتك قلت مع الدكتوره نيفين علوبه، وقبل كمان دكتوره نيفين علوبه سواء في المدرسه او في الجامعه. ولكن طبعا الوقوف على مسرح كبير ومسرح باعداد جمهور كبيره زي اللي هتيجي ان شاء الله يا رب باذن الله، وعلى مسرح تجاري كمان خصيصا لان دي اول تجربه ليا، شيء مقلق، ولكن انا ببذل اقصى جهدي ان انا اقدر ان انا اوصل لاعلى درجات النجاح باذن الله. في الاستعراض انا من زمان يعني بتمرن على رقص، ولكن يعني انا مش محترفه، ولكن زي ما قلت برضه مع علاء بصراحه عملنا شغل كويس جدا. اتمنى ان هو يعجب الجمهور، واتمنى انه يعجبكم كلكم ان شاء الله، والنقاد والمخرجين وكل من هيشرفنا بحضوره في المسرح باذن الله. التمثيل انا برضه دارسه مسرح، ولكن كل حاجه حصلت في خلال ال8 شهور اللي فاتت هنا في المسرح زادت واضافت عليا